سلام، رمضان كريم. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. جبت لكم اليوم يا البنات واحد الزوج وصفات ساهلين ماهلين تديروهم على وقفة في الكوزين، ما يديوش كامل الوقت ونحتاجوا فيهم فقط مكونين. أولا صليوا على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبداو في وصفتنا. نهار اليوم راح نخدموا فقط بالبطاطا والدجاج كمكونين اساسيين. الوصفه الاولى اللي هي نقطعوا البطاطا مربعات وكذلك ستر الدجاج مربعات ونمارينيوها كيما راكم تشوفوا بالملح، ثوم بودره، زنجبيل، كركم، الكزبر، فلفل اكحل، فلفل احمر، وقصيت هنايا الدبشه او الدبشه ولا الحشيش، كل واحد واش يقول لها، كذلك قطع صغيره، وحطيت وزدت عليهم شويه من الخل. ومن بعدها خليتهم يتماريناو وقليتهم، قليت البطاطا على جهه اكيد واللحم هذاك اللي تمارينا لي على جهه. وهنايا البنات راح نخلطوهم مع بعضاهم. هنا واش كنت راح ندير، كنت راح نخدم لاصوص بشاميل ونصبو فوقها كيما مالفه، لكن كي راه عليا الحال وليت واش درت، جبت عظمه فقط وحطيت فيها شويه دبشه مقصوصه وملحتها وصبيتها فوقهم. بالطريقه هذيكم تقدروا تخلطوهم حتى في المقله. لكن انايا حبيت نكمل اللوحه في الفور عادي، جات بنينه هايله. لكن كان نصيحه مني بلاصوص البشاميل تجي خير وخير، وتجي ابن واحسن من هذه للأمانة. حتى هذه جات مليحة وسهلة. أما الوصفة الثانية يا البنات فراح نجيب اللحم نربيه، نديرو بولي آشي، نمارينيه كيما مارينيت هذاك قبيل ونقليه بنفس الطريقة. وثم نجيب البطاطا نقصها شرائح بالطريقة كيما أنا قصيت، اللي يحب يقصها دوائر معليش. ومن بعدها نجيب سنيوة تاع فور نفرشلها ورق الطهي وننزل هذيك البطاطا اللي كنت قليتها فيها، ونحاول نستفها ونعدلها في هذاك البلا تاع الفور بالطريقة كيما راكم تشوفوا فيا، درتها على شكل مستطيل. ومن بعد جبت حبة عظام، خلطتها صبيتها فوقهم، حاولت نوزعها على كامل هذيك البطاطا على جلواش بهذوك كي نلوحها في الفور. شوفوا لي النتيجة يا البنات، لصقت هذيك البطاطا كامل في بعضها. وهنا يا البنات جبت اللحم هذاك اللي كنت طيبته، ها هو طاب لي، شوفوا كيفاه جا. واش وليت هنايا حطيته في جهة من الجهات، وراح نحط فوقه طبقة تاع فرماج كيما راكم تشوفوا. اللي وصلت معايا لهنا في الفيديو هي تتفرج، نقول لها يعطيك الصحة، وخلي لي كومنتير مليح، وان شاء الله ربي يتقبل منا رمضان. عاودوا صليوا لي على رسول عليه الصلاه والسلام، يتقبل منا صيامنا وقيامنا ان شاء الله وصالح الاعمال منا. نرجعوا للوصفه يا البنات. هنا رايحه نروليه، انا خدمت به سخون على جلواش، راح الحال بالطبع كالعاده، مبلك مع التصوار وذاك يروح الحال يا البنات. هنايا لكن نتوما من الاحسن خليوه شويه يبرد، باكي ديروه بالطريقه هذه مش راح واش يديركم يتفتت البطاطا هذيك تبعد على بعضها. ومن بعد البنات هنايا راح نزينو، التزيين يبقى اختياري. انا حطيت فوقه شويه فرماج، وفرماج رابي، درت له شرائح من الزيتون الاخضر، درت له وريقات من الدبشه. ومن بعدها راح ندر هنايا فوق شويه فلفل احمر وندخلو الفور حتى يذوب لي هذاك الفرماج. هنايا او بعد ما ذاب الفرماج، المقطع اللي كنت حطيته في الصحن راح لي، هذه بعد ما كلينا. شوفوا الطبقات واضحين باينين، باين باللي رولي هايل. واش نقول لكم، صحة فطوركم، صحة رمضانكم، ربي يتقبل منا. جربوهم والله في وقفة ديروهم، وان شاء الله يعطيكم الصحة كامل يا البنات، وربي يجازينا على وقفتنا في الكوزينة. نحبكم، سلام.